اللاعب اوفي ايجاريا لاعب ليفربول السابق ولاعب ناشئين الارسنال اللي دربه هجوميز من قبل في الدوري الانجليزي، اللي هينضم للزمالك حديثا او على وشك الانضمام للزمالك حديثا. لعب النهارده مع الزمالك في ماتش بتروجيت اللي الزمالك تلقى خساره فيه بثنائيه، خسر 2-1 بمعنى صح. بيقول لك ان اوفي ايجاريا النهارده لعب اساسي لان هو في فتره اختبارات طويله شويه، هتفضل لمده 10 ايام او 15 يوم عشان يشوفوا اللاعب ده صالح لنادي الزمالك ولا لا. انا من رايي ان اللاعب ده حتى لو لعب ب50% من قدراته فهو صالح للدوري المصري. ليه بقى؟ ده راجل لعب اخر 9 ماتشات ليه مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، وطبعا الدوري الانجليزي غير. بيقول لك كمان ان الراجل ده لعب في جميع الاعمار السنية في منتخب انجلترا، يعني الراجل ده لاعب دولي، لاعب بيلعب في المنتخبات ان هو في سن صغير، فالراجل ده انت اكيد هتقدر تعتمد عليه. بيقول لك ان الراجل ده عنده مركزين بيلعب فيهم، وهم نص الملعب والهاف الشمال او الجناح الشمال، فده انت هتحتاجه لاكتر من مركز، مع طبعا مشلاك، مع طبعا مصطفى شلبي. تاني حاجة بقى وهي معانا قصة العناد، مين اكبر قلعة رياضية في مصر؟ طبعا الزمالك صرح من يومين ان كلمة اكبر قلعة رياضية في مصر هتتكتب على كل يافطة النادي. وطبعا تالت حاجة معانا، امبارح خرج علينا المهاجم يوسف حسن مهاجم الزمالك والمنتخب الاولمبي. قال لك ايه بقى؟ قال لك انا اتظلمت كتير في نادي الزمالك، وقال لك ان نادي الزمالك ما كانش راضي يعمل له العمليه بتاعه رجله، لكن طلع الاستاذ هشام نصر نائب رئيس مجلس الاداره في مكالمه مع الاعلامي ابراهيم عبد الجواد وضح فيها كل النقط اللي يوسف حسن اتكلم فيها، بس كان ملخبط في الكلام شويه. هو ما كانش عارف يقول حاجه او هو خايف يقول حاجه ويتحاسب عليها بعدين. بس تعالوا نسمعوا المكالمه اللي مدتها 8 دقايق وبعد كده نرجعوا تاني. طب قول الو كده. الو. الو. ايوه كابتن ايمن. لا مش كابتن ايمن، ده كابتن هشام نصر. يا كابتن هشام مساء الورد. مساء النور، اهلا كابتن ابراهيم. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام بخير. معانا يوسف حسن بيمسي على حضرتك. اهلا وسهلا كابتن يوسف. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام بخير الحمد لله. كابتن يوسف كان معانا وكان بيقول ان كان حصل تواصل معاه من خلال الاداره عن طريق حضرتك في الجزئيه الخاصه بمشكلته، وبعد كده ما بقاش فيه تواصل، فعايزين نعرف بقى وجهه نظر حضرتك في القصه دي. لا انا تواصلت معاه حتى من قبل ما ابقى في مجلس الاداره بصفه رسميه، لان عرفت ان هو كانت الحاله بتاعته صعبه شويه وما كانش فيه حد مهتم بيه. فانا تواصلت معاه عن طريق احد الاشخاص، جبت رقمه كده. ايوه. وبعدين اخدته للدكتور انا بثق فيه شخصيا، كان طبيب المنتخب يعني عندنا في اتحاد كرة اليد، الدكتور محمد شوقي، وكشف عليه وعمل له الاشعاعات اللازمه، وبعدين اقر فعلا ان هو لازم يعمل عمليه. تمام. والعمليه دي عمليه حرجه شويه، موضوع القرحه ده، لانها مشكلتها ان هي ممكن تتجدد تاني يعني. ايوه. ففعلا تم الاستقرار على ان هو يعمل العمليه، وتواصلت حتى ساعتها مع دكتور محمد اسامه، كان دكتور الفريق، لان هو المسؤول ساعتها. احنا كنا لسه ما دخلناش مجلس الاداره. تمام. وفعلا قال لي خلاص هو لازم يعمل عمليه. احنا كنا حاولنا الاول ان هو نعالجه، وده الخطوات الصحيحه يعني اللي بتتاخد مع اي اصابات، ان لازم تمر بمراحل علاج، ما نخشش على العمليه الجراحيه مباشره. تمام. وفعلا خلاص خدنا القرار ان هو يعمل العمليه، وانا ساعتها حتى تواصلت وقلت انا مستعد اعمل له العمليه دي على حسابي. لكن ساعتها اداره الفريق يعني قالوا لا، وليه نادي الزمالك هو اللي يعمل له العمليه بتاعته وكده.
في الفترة ديت هو عمل العملية طبعا الحمد لله، وابتدى يدخل في العلاج الطبيعي. كان ساعتها موضوع بقى تغيير الأجهزة وتغيير المدربين، ففي حصل عايز أقول إيه، عدم تركيز مع كل اللاعبين. كان المدرب لما بيجي بيشوف الناس اللي تحت ايده بالظبط. فأنا أعتقد إن جوميز ما شافهوش في الملعب خالص، لكن أكيد سأل عن الكيس بتاعته. ممكن فعلا يكون التواصل معاه ما كانش بصفه دايمه، على اساس كان التركيز مع اللعيبه اللي موجوده. بعديها متهيألي جوميز اخذ قرار ان هو مش طالما ما شافوش طول الفتره دي فمش هيقدر يستعين بيه. فاعتقد الكابتن عبد الواحد السيد اعتذر له يعني، وقال له ان هو مش هيبقى موجود معانا. انا ما اعرفش معلومه ان في 50,000 جنيه باين او حاجه كده قيمه دي ما اتدفعتش، واعتقد ده يعني مش مبلغ اللي هو يحصل عليه مشكله كبيره. وعرفت بعديها ان الاستاذ ممدوح عباس تواصل معاه وتعاطف معاه وكده يعني اعتقد كل دول ابناء نادي الزمالك وبيحاولوا يساعدوا او يحلوا اي مشكله موجوده. على العموم اللي انا عرفته ان هو دلوقتي الاستاذ ايمن الشريعي متواصل معاه، وده دليل ان هو لسه لم يكتمل شفائه تماما، ان هو لسه قدامه فتره للعلاج عشان يرجع يقف على رجله. هو كان طبعا الهداف الاول لمنتخب الشباب ولاعيب كبير، حتى مقاييسه الجسمانيه رائعه بالنسبه للاعبي كره القدم. لكن الاصابه دايما بتؤثر على اللاعبين، لكن احنا فعلا عملنا له العمليه، وانا شخصيا تطوعت او يعني عرضت عليه ان انا مستعد اعمل له كل الحاجات ديت. لما دخلنا بقى في المباريات وتدعيم الفرق، وانت عارف دايما كمان الجماهير بتبقى مستعجله، عايزه نتائج وعايزه لعيبه جاهزه وفي نفس التوقيت ما بننساش ولادنا، بدليل ان كل اللي وقفوا معاه اعتقد ابناء نادي الزمالك. طيب ربنا يوفقه. انا حتى رحت له ساعه لما كان في المستشفى وعمل العمليه. ربنا يوفقه في التجربه الجديده اللي هو داخل عليها ان شاء الله، ويرجع اقوى من الاول. هو لسه سنه صغير، وساعتها ممكن نرجع نجري وراه تاني. يعني ربنا يوفقه وربنا يكرمه ان شاء الله الطريق. باشمهندس هشام، كل الشكر حضرتك على كل التفاصيل والشرح الوافي ده. هي القصه اللي يوسف كان بيتكلم فيها دلوقتي يمكن دي اللي فارقه معاه قوي، هي قصه الدعم النفسي اللي هو كان ممكن يكون منتظره خلال الفتره اللي فاتت من مسؤولي الزمالك، وانه على حد كلامه كان يتمنى انه ياخد فرصه، لانه جوزوالدو فيريرا في وقت ما قال له انت رقم واحد عندي ولعبه واداله الثقه بتاعته، فكان نفسه ان جوزيه جوميز يديله حتى الفرصه اللي هو مديها ممكن لواحد لعيب مثلا زي إيجاريا اللي جاي جديد ده، انه حتى يختبره ويشوفه ويديله فرصه وساعتها يحكم عليه. هل ده لسه في الامكان؟ هل ده ممكن يحصل، ولا ده خلاص اتقفل الباب دلوقتي وعلى يوسف ان هو ياخد تجربته مع امبي وبعد كده لو تألق يقدر يرجع للزمالك مره ثانيه؟ اعتقد من اللي انا فهمته من الكلام ان هو لسه قدامه 5 شهور كمان مظبوط تاني، فمعنى كده ان هو لسه مش جاهز. مشكله ان المدرب بيبقى عايز اللعيب الجاهز، خصوصا في الليفل بتاع الانديه اللي هي بتتنافس في بطولات كبيره وكده. انا مش عايز اظلم جوميز لان هو اصلا ما شافوش في الملعب وهو لسه مش جاهز. طب هيحكم عليه ازاي؟ انا بقول له ما تستعجلش، لان اصابه القرحه اللي في الانكل دي اصابه مش سهله ومتجدده، وانا نصحته ساعتها كده ان هو ما يستعجلش حتى في نزول الملعب. اي لعيب بيبعد شويه عن الملعب اكيد نفسيا بيتاثر. انا معاك ان هو قد يتاثر نفسيا من ان كان لازم يبقى فيه رعايه اكتر، لكن الظروف اللي هو اتصاب فيها كان في مرحله انتقاليه في النادي من مجلس قديم لمجلس جديد لفرقه اتغير عليها مدربين، كان في عدم لسه استقرار الى ان حضر المدرب اللي هو ما شافوش فعلا في الملعب لان هو لسه مش جاهز. تمام. ومين عارف اللي هو لسه صغير زي ما قلت قبل كده، وممكن ساعتها نرجع يعني يشرفنا في النادي تاني. كابتن هشام، بوجود حضرتك معانا سمعنا ان تم التجديد لمحمد عبد الشافي لمده عام، هل الكلام ده مظبوط؟
اعتقد بقى في ناس مسؤوله عن كره القدم. احنا شرفنا ان الناس الكبار وعمالقه نادي الزمالك دول يبقوا موجودين معانا في كل مكان، ودايما متواجدين في نادي الزمالك. طيب اخيرا، هل في اي مخاطبات، عشان ده كلام منتشر على السوشيال ميديا ومهم جدا ان حضرتك توضحه، هل في اي مخاطبات رسميه وجهت لنادي الزمالك وادارته بخصوص اختبار منشطات لاي من لاعبي الزمالك في اعقاب لقاء السوبر الافريقي؟ هم عملوا الاختبار عادي، لا يعني هل لغايه دلوقتي لعبتنا الحمد لله مفيش لغايه دلوقتي ما جالناش حاجه. يعني الكلام اللي بينتشر على السوشيال ميديا كله غلط، مفيش اي حاجه ان في اجتهادات باسماء، بس طبعا لا نصح ان احنا نقول الاسماء دي ولا نتكلم في الكلام ده، بس في كلام منتشر ان في احد لعيبه الزمالك ايجابي منشطات وتم لعيبه الزمالك. لا ما اتقالش، مفيش اي حاجه من الكلام ده مظبوط. باشمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، كل الشكر لحضرتك على كل هذه الايضاحات المهمه جدا. وبعد ما سمعنا طبعا المكالمه بتاعت الاستاذ هشام نصر اللي قال فيها كل الحقيقه وكان مرتب كلامه بمعنى اصح، فده ياكد لنا ان كان في شويه لخبطه في نادي الزمالك الفتره الاخيره، ومش ما فيش حد مش عارفها، يعني كله عارف ان كان في تغيير ادارات، تغيير مدربين، لعيبه بتمشي ولاعيبه بتيجي، كان حاصل شويه ظروف. ده النهارده كان الفيديو بتاعنا، متنساش تعمل لايك واشتراك. سلام.